تحفة والله تحفة بجد، لو جربتوه مش هتندموا بجد. تحفة فنية. السلام عليكم. النهاردة يا جماعة هعمل لكم أحلى فطار صحي هتفطروا بيه. الفطار ده فيه 600 سعر حراري مع حتة أكلة هتاكلوا صوابعك وراها. يلا بينا. أول حاجة هنفقش البيض. أدي 1 2 استنوا، أدي 3 كان في جيبي، 4 5 6 بيضات. هنعمل ايه بقى؟ هناخد 4 بياض منهم و2 صفار. اوكي، ادي اول واحده طلعت. طبعا مش هنعرف ناخد الصفار بتاعها. تانية صفارها طلع سليم. تالتة. المهم بعد ما نعمل المشروع ده هوريك الخطوه التانية. طبعا بعد ما فقشنا البيض دلوقتي هنعمل خطوه جديده. الخطوه الجديده هي ان احنا هنضيف عليها 50 جرام موتزاريلا لايت لو عندك، او موتزاريلا عاديه اللي هي خاليه من الجلوتين. تمام، دي طبعا كويسه جدا للكيتو دايت لاي حد. ماشي، ادي 50 جرام موتزاريلا. اوكي، هما عاملين كده اهو. بس طبعا بعد ما عشان الموتزاريلا مجمده هنحاول نديها شويه. وننزل بيها على البيض بتاعنا. طبعا انا عايز اوريكم ده من احسن الحاجات للدايت بصراحه، بجد جدا. زيت جامد جدا، 4.5 سعر حراري للرشه بتاعته، هيفيدك جدا. وطعم الزبده طعمه رائع رائع رائع. هنحط الملح بتاعنا، ملح الهيمالايا، حوالي نص معلقه ملح، عشان الملح ده مش ملح ده اصلا في حاجات. نحط فلفل اسود، حطينا فلفل اسود والملح بتاعنا. دي هنرش الزيت على الطاسه، هنبخها واحده. بعد كده ناخد البيض بتاعنا بعد ما قلبناه طبعا كويس، نقوم نازلين بيه في الطاسه. الزيت ده ما بيخليش اي حاجه تلزق على فكره، زيت تحفه بجد. هي كده الطاسه ما بتلزقش، بس هو اصلا ما بيخليش اي حاجه تلزق. نستناها تستوي بقى. بعد ما البيض استوى والموتزاريلا ساحت نبتدي بقى نحط عليها 3 قطع بس جبنه فلامنك. جبنه فلامنك مفيده جدا في الدايت على فكره، حاجه تحفه كده. مش راضيه تطلع، ادي طلعت. نحط تركي مدخن نوزعه على طبعا انا هحط كل اللي عندي لانه خلاص بيبوظ بسرعه جدا. فانت لما تجيب تركي مدخن هات على قدك، هات على قدك جدا كمان، انه بيبوظ بسرعه جدا جدا جدا، ما بياخدش اصلا وقت وانه يبوظ. فاهم حاجه انك تاكله في نفس اليوم او تاني يوم يعني. بس دلوقتي هنعمل حاجه جميله جدا. نعمل ايه؟ نجيب رغيف عيش اللي هو من خالة القمح ده، اللي هو التورتيلا، نقوم حاطينه عليه من فوق كده اهو. بس كده نحطه كده ياخد اللون وياخد الحاجة بعد ما تسيح الجبنة. طبعا بعد ما عملنا كده لازم طبعا نقوم قلبين البيض في الطبق بالعيش. واو بجد واو. طبعا احنا لسه ما خلصناش، احنا هنعمل كده. واو واو. طبعا بعد ما تنينا العيش بتاعنا كده هننزل بيه تاني في الطاسة. نزلنا بيه في الطاسة على نار هادية لحد ما العيش يستوي حلو كده. طبعا ده شكله بعد ما شقلبناه، فبجد شكله تحفة ويفتح النفس يعني. انا عايز اوريكم شكله من جوه عامل ازاي.
تحفة فنية بجد، وطعمه جامد جدا جدا، ده عن تجربة يعني. هيعجبكم جدا، جربوه ان شاء الله تتبسطوا بيه. واو، 650 سعرة حرارية بس في الساندوتش ده ازاي؟ واو.